المكان كله هص. مفيش صريخة بيومين، فجأة سمعنا صوت فزق كده كبير. دي كانت نفسيتي. انا جاي اقول لك ان صحتك النفسية اهم من الولايات المتحدة الامريكية، اهم من المملكة العربية السعودية. اقول لك على حاجة، اهم من جمهورية مصر العربية. انا طلع لي عتبة صاحبي من كتر تحميل نفسي فوق طاقتها. اني وانت وهي عندنا سباق مع الزمن، بنحاول بكل الطرق الملبشة، وفي الاخر مين اللي هيدفع صاحبي؟ طب ما انا وانت وهي اللي هندفع الثمن. ما هو كل واحد مننا فيه كام حنك مفتوح له عايزين نرمي جواه لقمه، ما هو مسؤول من الرقبه كلها بقى ماشيه تردد. انا عايز ابقى قد الدنيا، انا عايز اعمل كل حاجه في ثانيه الا ثانيه. انا واحد من الناس نفسي اعمل شقلة فلوس استفهم كده فوق بعض، اجي اقف عليهم ما بقاش في فرق طول ما بيني وبينكم يا بشر، كلنا في مستوى واحد. عايز مستقبلا كده ربنا يدينا ويديك طولة العمر، يبقى معايا لا مؤاخذة كده اكتر من اللي انا محتاجه. عايز اضمن شغلانة وهيئة ومركز من دايرة احلامي اللي عمالة تطاردني وتجري ورايا. عايز البس دبل واتجوز عشان ابعد عن كل مغريات الدنيا اللي فاتحالي دراعاتها. 4 فرد تيوبلس مع عربية زيرو، هعمل بيها ايه؟ أمنية حياتي الصرمح بيها أنا وعيالي في عز الليل تحت المطر. عايز أفوق. عايز أرجع طفل تاني. دوس على كفة البنزين، هات الآخر بتاعها. مش واخد بالك أنت خالص إن الموتور بدأ ينقر وبدأ الصوت يعلى ويسمع بينا الناس؟ الموتور اللي هو نفسيتك يا ابن الحلال. هاي معايا؟ نفسيتك هي المحرك الاساسي لكل ده. بنفتح عينينا كده اول ما نقوم من عماصنا، انا هحقق كل ده امتى؟ العمر جرى يا جدعان، بقى عندي من السنين اواخر ال20، خلاص انا شبر وقبضه وهبقى في ال30. هل بقى انا هلحق ولا غيري خلاص سبق وكل النبأ؟ طب خلاص احنا نغيروا الخطه. وكل ده بقى ايه؟ النفسيه تحت رجلك بتقول لك يا غبي سيب لي فرصه اتنفس، ما انا اللي هخليك تتحرك لكل ده او هخليك تنخ. بتوصل لمرحله بوست طويل عريض، صباح الخير انا فقدت الشغف والسبب مجهول. لا يا ابن الحلال، مش مجهول، ده هو على عينك يا تاجر. ده انت كان اللي ناقص ان انت تطفي في نفسيتك وعاب سجاير. بتحط نفسك في سباق مع نفسيتك ليه؟ اللي هي اساسا المفروض تقول لها يلا ندور ونطلع سوا. هي مستنياك تدور وانت مستنيها تدور، وانتوا الاتنين واقفين مكانكم عمالين تعاتبوا بعض. نفسيتك دي هي الموتور الشخصي بتاعك، لازم تتعامل معاه كده ايه؟ صلنسي بحنية. بلاش القسوة دي، بلاش تحملها فوق طاقتها، بلاش تديها حمولة فوق اللي مسموح بيها. هتعطل في نص شبابك وفي أحلى سنين عمرك. هتفقد الشغف في الحياة، في الشغل والجواز والصحاب والقهوة والماتشات. يا جدع ده حتى العبادة اللي هي مصدر طاقتك اللي بتشحنك هتحسها تقيلة أوي، هتحسها جبل. انا بكلمك من ارض الواقع. انا وصلت لمرحله وربنا عايز اعيط، عايز املى الكون دموع، عايز الناس تعوم وتصيف في دموعي. ابقى قاعد ليا خير على الناس كسر عينيهم، قاعد حاطط رجلي على رجل وشمسيه وماسك تليفوني، والناس قايمه في بحر دموعي مبسوطين يا رجاله، مصيف سعيد. عشان انا سبقتك بخطوه ووقعت في الفخ دوت. مش عارف ايه اللي جرالي، كنت ماشي تاتا خطي العتبه، فجأة لقيتني بيقولوا لي نط حواجز، عدي من اسلاك شايكه، خلي بالك ده حقل الغاز. دخلت شائع هدومي وفتح صدري وفجأة كله اتكربس فوق دماغي. لان انت يا انسان مش هتعمل كل حاجه مره واحده. انت في ظروف صعبه، في مكان مش ملبي لك احتياجاتك، مش عارف تحس بقيمتك. ففي وسط كل التفاح المعطن اللي انا قلته لك دوت، لو جيت حطيت تفاحيه بتبرق، ما طبيعي هتلاقيها هتطرشق من جنابها. فالتفاحية دي اللي هي نفسيتك اهم حاجة عندك، هي موتورك وزيت التروس بتاعته. الجلسة الخاصة بتاعت بالليل اللي هي قيام الليل، لانك كمكنة انهكتها الحياة ومحتاجة صيانة دورية غير الفحص اليومي 5 مرات في اليوم. في بالليل والناس نايمة ننا في عدد قليل بيعيط وبيستغيث باللي خلق وصنع وصاحب المكنة دي. فأمثل حاجة انه يتعمل لها جلسة فحص
وصيانة كاملة، لان خلاص احنا بقينا واقفين على تكة والدموع هتنهار. فالدموع للناس مذلة وسبب من اسباب الفشل. انا معاك ان العياط 100% بيغير النفسية، بس لله وابصم بالعشرة انه علاج صالح لكل الاعمار. طب تصدق وتأمن بالله ان انا من يومين قاعد خلاص دموعي بتنهار، حسيت لك خدودي اتبلت، قمت طالع اجري على الحمام يا جدع انت متوضي قبل ما اقف اصلي، قلت له يا رب انا مش عارف ادعي، مش هدعي غير يا رب انت حاسس بيا، حسن لي الاوضاع. اول سجده انا كنت حاسس ان في تريلا ركنه على قلبي، بقيت عمال اقول له يا رب الدنيا ضاقت بيا قوي، حملت نفسي فوق طاقتها قوي، انا ما بقتش قادر استحمل كل ده، انا كنت جامد قوي يا رب، انا ما بعرفش اعيط لحد يا رب. تاني سجده بقيت حاسس ان التريلا دي اتحولت لفراشه، بقيت قاعد مستني بفارغ الصبر اقول التشهد عشان اطلع من الصلاه واضحك، اقول له يا رب ايوه انت حاسس بيا قوي كده يا رب، الحمد لله يا رب. وكان معكم ال 56 كيلو اخوكم في الله اللي على الله اي حاجه معاه.